النهارده هقول لكم على خطوات التطوع العمليه من الصفر. تجربتي مع امان ولا سكام. في الاول عايزه اوريكم شويه لحظات من تجربتي هنا العمليه. دي كانت مقتطفات من تجربتي. انا سافرت اندونيسيا كانجلش او جيرمان تيتشر. اول حاجه قولوا لي ايه رايكم في المايك الجديد؟ شفتوا الصوت؟ هقول لكم انا كان عندي مشكله من اولى جامعه اللي هي من 3 سنين ان انا نفسي اسافر، نفسي اتطوع، بس كان دايما عندي مشكلتين. المشكله الاولى ان انا محتاجه حاجه امان اهلي يوافقوا عليها، والحاجه الثانيه ان انا عايزه اسافر بس مش عايزه ابيع كليتي، يعني السفر مكلف. اول ما حد بيسمع اسم التطوع اول حاجه بيقولها لي اسم منظمه معروفه بمصر اسمها بيبدا بحرف الاي، وتبع ويب سايت. طب انت سافرتي تبع حاجه على الانستجرام؟ فالاجابه لا، تبع ابلكيشن. الابلكيشن اسمه وورلد باكرز. وورلد باكرز بيزيكلي ابلكيشن للتطوع، ان هو عارف زي بيوافق ايه راسم في الحلال كده. حد عايز من هنا على حسب السكيل اللي مطلوبه، لو حد طالب انجلش تيتشر او جيرمان تيتشر، انا هنا عايزه استفيد بخبره المدرس ده ان هو يجي هنا ويحصل تبادل ثقافي. هنا انا حد عايز يسافر وعايز ياخد خبره في الشغل، ف لينك هو دي مهمه الابلكيشن. طيب ما في حاجات كتيره بتعمل فرصه التطوع دي، اشمعنى الابلكيشن ده؟ عشان انا بقول لك انا بقالي 3 سنين في الموضوع ده، فبدور بقالي 3 سنين حرفيا. انا عن نفسي هقول لكم انا من تجربتي استفدت ايه، وده موجود في اغلب البرامج، بس برضو انتوا بتختاروا برنامج التطوع بتاعكم اللي هيكون مناسب ليكم. الابلكيشن مطلوب عليه مهارات كتيره جدا، فانت بتشوف ايه المهاره اللي فعلا هتكون عندك وتقدر تقدمها وهتتبسط في السفريه لو انت عملت الحاجه دي. برضو انتوا بتشيكوا على كل برنامج انتوا داخلينه وبتعرفوا هم هيقدموا لكم ايه. انا بالنسبه لي كانوا بيقدموا لي 3 وجبات في اليوم، الاقامه، بيك اب من المطار، واي فاي، الخروجات، كل ده كان عليهم. قعدت في مكان اسمه كوس. كوس ده بيبقى عباره عن مبنى من دورين للبنات بس اللي بتدرس او بتشتغل. اوضه بيبقى فيها تويلت، فما كنتش بحتاج ان انا اطلع بره الاوضه غير عشان المطبخ والثلاجه اللي بره. فمكان كان مريح قوي ولذيذ، اتعرفت فيه على بنتين هما برضو كانوا هناك بيشتغلوا. بالنسبه للاكلات، الاكلات هتلاقوها اكتر في الفلوجز. انا كل يوم كنت بقول انا باكل ايه هناك. هو غالبا بيبقى الاكل بناء على الدوله اللي انتوا فيها. انا بالنسبه لي عشان كنت في اندونيسيا في اسيا، فكان دايما الاكل بيبقى ليه علاقه بالرز، كان فير انف. وبالذات كمان من الحاجات اللي تاخدوا بالكم منها هي الاكل حلال ولا لا، وده برضو بيبقى على حسب البلد او انتوا بتطلبوه من الناس. انا بالنسبه لي قبل ما اروح عملوا لي فورم، قالوا لي فيها لو انا عندي حساسيه من اي حاجه، لو انا ما بحبش اي اكل وبحب تشيكن ولا بيف اكتر، عشان يحددوا الاكلات طول الرحله هتبقى عامله ازاي. وفعلا التزمنا بالموضوع ده، فعلا لقيتهم مستنييني، ودي كانت حاجه بالنسبه لي مريحه قوي. وساعتها جابوا لي الاكل او الاكله ليا وودوني على كوس اللي هو البيت اللي انا كنت فيه. ومن تاني يوم رحنا على المدرسه. مواعيدهم هناك بتبدا من الساعه 6:15. لو عايزين تشوفوا اليوم كامل روحوا على الفلوجز اللي عندي على الشانل عشان تشوفوا يومكم كمتطوعين هيبقى عامل ازاي. كوس المكان اللي انا كنت قاعده فيه كان فيه واي فاي، كانت حلوه جدا الصراحه، والمدرسه بيبقى فيها واي فاي. وكمان كانوا جايبين لي هم شريحه على حسابهم، بس هي ما اشتغلتش على موبايلي، بس هي كانت شريحه وفيها واي فاي. الحاجه الجامده قوي اللي كانت هناك كمان ان هم عليهم الخروجات، فانا شبه ما كانش عندي بوكيت ماني. هم بيبقى عليهم الخروجه من اولها لاخرها، من اول اوبر هناك اسمه جو جاك، من الاكل في الخروجه، من التمشيه، من الاكتيفيتيز، من كل حاجه. ومن الحاجات اللي عملتها هناك ان انا رحت اكتر من جزيره. انتوا عارفين اندونيسيا عباره عن جزر، تقريبا 17,000 جزيره، لو في حاجه غلط انا هكتبها هنا. الجزر اللي رحتها والسنوركلينج، هم على السنوركلينج سالوني انت بتحبي الاكتيفيتيز اللي ليها علاقه بايه؟ قلت لهم انا يا اما هايكنج يا اما حاجه ليها علاقه بالعوم وبالسمك والكلام ده كله، فحجزوا لي سنوركلينج. فلو انتوا فعلا ناويين على التطوع محتاجين ان انتوا تشتركوا في الابلكيشن، هو مش غالي ما تقلقوش، انا بقول لكم انا ستودنت فانا معاكم على الخط. يعني لو انت ناوي تقفل الفيديو هنا عايزه اقول لك ان انت هتواجهك مشكله في دفع الابلكيشن، ان الابلكيشن عالمي فالدفع بتاعه بالدولار. انا ما كانش معايا دولار، ما كانش معايا اي حاجه. بعد مراحل كتيره عرفت كده ان ممكن ادفع بالديبت كارد، فهتقدروا تدفعوا بالديبت كارد. انا كنت دافعه في شهر 6 2024، ودلوقتي هيكون معاكم سكر فلوجز مباشر من اندونيسيا.
في شهر 6 2024 2600 جنيه مصري. والسبسكريبشن ده بيبقى لمده سنه وشويه، يعني على حسب، لان هو بيبقى عباره عن اوفرز. انا بالنسبه لي كان حوالي سنه و3 شهور او سنه و6 شهور، فلو انتوا مش مستعجلين ممكن تستنوا لحد ما ينزل اوفر كويس. بيبقى في حاجه كمان ان الاهل بيبقوا خايفين عليكم في السفر. هقول لكم على حاجه حلوه، ان الابلكيشن ده بيبقى فيه برامج تطوع كتيره جدا فيه تتيح ليكم ان انتوا تاخدوا حد من اهلكم معاكم او صحابكم، او لو واحده متجوزه او واحد متجوز. وده مش في كل برامج التطوع عشان تبقوا عارفين. مثلا البرنامج اللي انا فيه ده ما كانش متاح فيه. المشاكل اللي ممكن تواجهكم فيه مش بس مع الابلكيشن ومش بس مع السفر، ممكن مشاكل انا فاهماها كستودنت. حته الامان انا قلت لكم ان الموضوع بيبقى امان وعلى حسب البلد، وبيبقى فيه بالنسبه كمان للبنات بيبقى فيه ان انت تروحي تقعدي في مكان لوحدك، مش عارفين زي بيوت الشباب والكلام ده. مثلا مش حابه ان انا اروح حاجه زي كده لان المكان بيبقى مختلط وكده. وبكده الفيديو يكون خلص. لو عندكم اي اسئله اسالوني في الكومنتس. استنوا سكر فلوجز كل جمعه عشان تعرفوا حاجات اكتر عن التطوع وعن السفر وتعلم اللغات. وقولوا لي ايه اكتر بلد نفسكم تسافروها عشان ندور على فرص التطوع اللي هتبقى مناسبه ليها.